اللي بتطلق على نفسها من وقتها داعش برضو. مين داعش دول؟ بص، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. داعش دي بدات مع ابراهيم عواد البكري، وده كان معتقل في سجون امريكا في العراق. ايوه. وخرج فجاه سنه 2006. وليه فجاه؟ لان في الوقت ده امريكا لم تكن تفرج عن احد اطلاقا. ولما خرج بعد شهر من خروجه هو اسمه ايه تاني؟ ابو بكر ابراهيم عواد البكري. ابراهيم عواد البكري. ايوه. فهو التقى بابو مصعب الزرقاوي وكانه خارج لمهمه. بعد شهر تم قصف مقر ابو مصعب الزرقاوي ومات. وبعد كده ابراهيم ابو بكر البغدادي دوت انفق ما لا يقل عن 20 أو 30 مليون دولار لتكوين خلايا ميليشيات داعش قضى بيها على ما يسمى تنظيم القاعده في بلاد الرافدين لو تفتكر. اصبح ملوش وجود. قضى عليها ازاي؟ كانت الحته اللي يروحها الطيران الامريكي يقصفها. فلذلك طول عمر تنظيم القاعده يتشكك في مواقف داعش. وجم يعملوا اتحاد فشل وضربوا بعض وشتموا بعض وقالوا على ايمن الظاهر راجل مجنون وخرف. صحيح. لان ايمن والناس بتوع القاعده بيتشككوا في داعش، في توجهات داعش، لان داعش انفق عليها ملايين من واحد لسه خارج من السجن، واحنا كلنا دخلنا السجون خرجنا مش لاقيين ناكل. وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا. فانت جايب الفلوس دي منين؟ او انت اساسا لا، والاسلحه افرج عنك وممول منين؟ يعني كم الاسلحه لما واحد يبقى عنده 600 700 عربيه 4x4 دفع رباعي جديده نوفي جايب شمعها. طب جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده كان بينفق عليه من قطر وبيتم تسليحه من تركيا. الهدف هو القضاء على تنظيم القاعده في بلاد الرافدين. وبعد ما خلص المأمورية بتاعته اتطلب منه يتوجه إلى سوريا، لأن الحرب في سوريا هي معاقبة لبشار الأسد على سماحه بمرور المقاتلين أثناء الغزو الأمريكي للعراق. هو كان بيسمح بالناس بتتكون في لبنان ويتدربوا في لبنان على إيد حزب الله، وبعد كده يقوموا طالعين من لبنان على سوريا يتسللوا إلى العراق. فتم معاقبة بشار بسبب القصة دي. لا ديمقراطية ولا يحزنون. بشار من قبل أمريكا. بشار الأسد وأبوه حاكمين سوريا بقالهم 50 سنة. اكتشفوا ان هو ديكتاتور اليومين دول. ده بقالهم 50 سنة حاكمين سوريا، حافظ وبشار. فده عقاب اللي حصل في سوريا، ده عقاب لبشار على ان هو كان بيسمح للمقاتلين بالعبور من الأراضي السورية إلى داخل العراق لقتالهم. فبعتوا داعش من ضمن الجيش الحر وداعش والنصرة كل ده. والنصرة على فكرة خرج بأوامر أمريكية من العراق إلى تركيا إلى سوريا. ده 10,000 مقاتل دخلوا تركيا الأول وعملوا قواعد في تركيا وتسلحوا ودخلوا سوريا. فبناء كل اللي قام باللعبة دي المخابرات القطرية بناء على توصيات من المخابرات الأمريكية، وأنفقت مليارات عليهم يعني عشان يعملوا كده. فداعش، وأنا بقول لكل الناس المشاهدين، لم تقتحم قاعدة أمريكية واحدة في العراق، لم تقتل ضابط أمريكي أو جندي أمريكي. دخلت سمراء السنية قتلت 1500 سني بدم بارد. فهي تقتل السنة وتقتل الشيعة حتى تشعل الحرب في المنطقة، لأن المخطط الأمريكي القادم هو استبدال الصراع العربي الإسرائيلي بالسني الشيعي. وحرب بالوكالة من خلال جماعات إرهابية. هتنجح. لأن العملاء من الشيعة والعملاء من السنة هم كثر، وهم اللي في إيديهم الفلوس. طيب. شغالين.